متابعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا على قناة بودكاست حكاية مدن. عنوان حلقتنا اليوم هو قانون الجذب بالماء، وأخذنا الفكرة من موقع هدنة على الإنستغرام اللي نقدم لهم كل الشكر لتعاونهم معنا، بحيث أنه احنا اقتبسنا من بعض الأفكار المطروحة على موقعهم. شكرا جزيلا لكم وعلى تعاونكم. والحين نقول بسم الله نبدأ حلقتنا. انتشر في عصرنا الحالي مصطلح قانون الجذب، وانتشرت الكتب اللي تتكلم عنه، وأيضا انتشر لدينا مصطلح التنمية البشرية وكيفية استخدام قانون الجذب في تطوير الذات. كما ظهر من يكذب ويكفر قانون الجذب وأنه لا يخص الأمة الإسلامية والعربية، ونحن هنا لسنا بصدد تكذيبهم أو تكفيرهم، إنما للرد عليهم. ودعونا قليلا نستدرج ساعة ونعود قليلا للوراء. إلى أين؟ إلى ماضينا وتاريخنا الإسلامي، إلى عهد رسولنا الكريم الذي كان يدعونا إلى التفاؤل وينهانا عن التطير والتشاؤم، حيث كان يقول بما معناه تفاءلوا بالخير تجدوه. لو تأملنا في هذه الجملة بالذات، تفاءلوا بالخير تجدوه، نجد أن هذه الجملة بالذات هي قانون جذب، لأنك وبكل بساطة إن ركزت طاقتك الإيجابية ركزتها على الخير فإنك ستجذب الخير إليك، والعكس تماما، إن ركزت بطاقتك السلبية على الشر فإنك ستجذب الشر إليك. هذا هو أبسط مثال على قانون الجذب في حياتنا الإسلامية. وقد استخدم قانون الجذب بالرقية الشرعية على الماء. ما أعظم هذا الدين وما أبسطه في ذات الوقت، لأنك عندما تستعين بالله وتتوكل عليه وتكون على إيمان صادق ويقين تام بقدرة الله سبحانه وتعالى على شفائك، فإنك تكون في هذه اللحظة تجذب إليك طاقة إيجابية بأن الله قادر على شفائك، وبأن الله هو صانع المستحيل. وأقرب مثال نضربه في هذه الحالة هو قراءة سورة الفاتحة 7 مرات في الماء، وترديد أسماء الله الحسنى أيا كان الاسم الذي تختاره. بعدها كرر دعائك مرة، 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، المهم أن تكون الأرقام فردية. ادعو من قلبك الخالص، ادعو لرب العالمين أن يشفيك ويرزقك ويوفقك ويزوجك ويرزقك الذرية الصالحة أينما كانت حاجتك، وكن على يقين تام بأن حاجتك ستقضى، وبأن رب المستحيلات سيقول لحاجتك كن فستكون وتتحقق على أرض الواقع. هذا هو قانون الجذب باختصار، لكن بطريقة إسلامية بحتة. وبإمكانكم أن تجدوا طرق كثيرة لقانون الجذب بالماء. المهم هو الفكرة، أن تؤمنوا بأن الله قادر على تحقيق ما تريدون، إنما يجب أن تكونوا على يقين تام بقدرتكم، وأن تكون لديكم طاقة إيجابية وخيال واسع، تكونوا على ثقة بأنكم تستطيعون أن تفعلوا هذا الشيء وذاك الشيء إلى أن تنتهي أهدافكم وتتحقق على أرض الواقع. أخذت من موقع هدنة على الانستغرام
فكرتين لقانون الجذب بالماء مع الاقتباس والتغيير منها قليلا. احضر كوب من الماء وامسكه بكلتا يديك، ثم انظر إليه وردد. ردد أسماء الله الحسنى: الكريم، الواسع، الغني، أي اسم من أسماء الله الحسنى القريبة إلى قلبك، رددها من 1 إلى 7 مرات. ثم دع الله بما شئت مهما كانت حاجتك، وثق وكن على يقين بأن الله سوف يستجيب دعوتك. كرر هذا العمل من يوم إلى 3 أيام. كونوا دائما على يقين بأن الله قادر على فعل المستحيل. ستجدون في النهاية أنكم ستحققون كل ما تسعون إليه في فترة وجيزة، إنما فقط آمنوا بأن الله قادر على فعل المستحيل. متابعي الأعزاء، وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى أن تكون حلقتنا قد نالت على إعجابكم. نلتقي في الحلقة القادمة. دمتم بود وفي أمان الله.